الاهلي بيتعادل مع بتروجيت 1-1. الاهلي اللي بيتعادل مع بتروجيت، مش بتروجيت اللي بيتعادل مع الاهلي. الاهلي بيتعادل مع بتروجيت. اه مش عارف، بس يعني التنوين ده بيهمني، معلش يعني. مم. الاهلي بيخسر نقطتين في الدوري والفرصه القمه، وان هو يتصدر القمه وبتاع. عارف في جمله دايما بنقولها، ان الاهلي لما بيركب ما بينزلش. بس مع اللعيبه يعني اللعيبه دي، لا بننزل عادي. يعني فاهم، ممكن ننزل ونرجع تاني، بننزل ونرجع تاني عادي، زي اي فرقه عادي. الكلام ده على اللعيبه الرجاله، اللي هو اللي من كام سنه. لكن دول ما عادي. ما تقوليش بقى، بص بقى ايه يعني، بص اللي هو بدايتها كده تمام. ما تقوليش ايه. بس قبل ما نتكلم، بس المدرب ملوش علاقه بحاجه. ماشي، المدرب ملوش علاقه باي حاجه، انا موافق في كل حاجه. بس هو احنا ايه الخطه كنا بنلعب بيها النهارده؟ المدرب مالوش علاقه، وقلنا مش هنحكم عليه ولا الماتش ده ولا اللي بعديه ولا اللي بعديه ولا القصه دي كلها. بس هو المدرب، ايه الخطه بتاعته النهارده؟ كان بيلعب بايه النهارده؟ يعني سيبك من ده، ليه طاهر محمد طاهر بيلعب على جراديشار؟ هتقولي جراديشار ايه يا عم؟ ده زي الخرا، هو التاني اساسا يعني لحاسين جراديشار وابو العيون الخضراء والزرقاء مش قصتي بصراحه. والاستشوار الجميل اللي ما بيتحركش، ماليش علاقه بيه. جاب لي جون، ضيع لي قدامهم ثلاثه. اه اقول لك على حاجه، وفي كل ده يلعب بس مش ده يبقى المحترف بتاعي. مش ده المحترف بتاعي، يعني مش بعد ما كان عندي بقى فلافيو وسام وكل ده يبقى عندي ده. مش بالعها. بس اقول لك الحاجه، يلعب يبقى مهاجم عادي، يلعب. اقول لك مش طايقه بس يلعب. طب انا مش طايق زيزو ولا تريزيجيه ولا بن شرقي بس يلعبوا. اقول لك ايه طيب، ما اقول لك ايه طيب يعني كده. يعني ما قفشه لعب. عبد القادر لعب. عبد القادر تقريبا بجد كل مهاراته عملها في سموحه، ما عملهاش في اي حته تاني. بس بياخد الكوره بيتحنجل لي بس. طب باقي اللعيبه، اقول لك ياسين مرعي يلعب، ياسين زي الزفت يلعب. كله يلعب عادي، كله يلعب. ما هيلعبش ليه يعني؟ هتلاعب مين مكانه؟ على اساس ان على الدكه مثلا حد عدل؟ كلهم خرا. اللي في الملعب زفت، المصابين زفتين، كلهم طين. ما عادي لو جبت امام عاشور من الفيروس وعالجته وكل حاجه ونزل الملعب هيلعب وحش برضه. كله ما بيلعب وحش. كله بيلعب اي عبط. كله مش خايف من حاجه. كله بيلعب اللي هو هتحس ان هو لابس تيشيرت، فاهم؟ نادي النصر للتعدين مش نادي الاهلي. ما فيش، مش بيلعبوا مثلا بروح الفانيلا الحمراء، لا احنا بنلعب بروح القرش الازرق يعني. ما فيش كده بصراحه. كل اللعيبه زفت. نزلت مين؟ نزلت زين، طلعت عبيد، طلعت حسين، دخلت عمين. هتلعب وحش. الشناوي ده طويل تمام، يعني انا عندي حارس طويل، والكرات الثابته والكرات العرضيه نقطه ضعفه. طب دي نكته دي ولا يعني ايه ده؟ يعني دي نكته؟ يعني دي نكته؟ انا دلوقتي كمشجع دلوقتي لما حد يقول لي حاجه زي كده في الكوره، يعني ايه؟ يعني ايه بجد؟ عارف انت زي مثلا يعني تيجي تلعب يعني لعيب سله تمام وطويل بس ما بيعرفش يجيبها في السله. هو كده بقى. فانا عندي حارس طويل والكرات العرضيه ولا والحوار ده ماركه مسجله. مش هقول لك من ساعه ما جه يعني رجع الاهلي في 2018 والكلام ده كله. من ساعه ما هو موجود في بتروجيت، لما كان في بتروجيت، لما كان بيلعب في بتروجيت قبل ما يجي الاهلي. نفس الكلام. الكرات العرضيه بيطلع يعمل ايدين الاثنين. لا ما تفهمش، بيعمل ايدين الاثنين، فاهم؟ اللي هو بنتن بيعمل بايدين الاثنين، الكره بتعدي وبتخش جون برضه. برضه بنفس الطريقه. من 2018 بنفس الطريقه. كاس دوري، رابطه افريقيا، كاس عالم، عارف انت كاس افريقيا، منتخبات، عارف لو هنلاعب يعني كهربا الاسماعيليه هيجي فينا جون بنفس الطريقه برضه. لازم هيطلع الطلع يا ابني، اقف في الجون، اقف في الجون والله العظيم. هو الجون، هو في كارته طيب في الجون هتدفع فيها كتير؟ طب ليه؟ طيب ليه انا نفسي افهم ليه بيطلع. ما حدش يقول بقى الاخطاء الدفاعيه. لا سيبك الاخطاء الدفاعيه ده. الاخطاء الدفاعيه شوربه. انت طالع ليه؟ ما انت بتقوليش برضو ان حامد حمدان حاطط الكرة في زاويه وبعيده وصعب على اي حارس ان هو يخترقها وكل الكلام ده. لا ده حاططها في نص الجون عادي. وحاططها ضعيفه عادي جدا، يعني لو عملها كده حطها في الجون. بس لان احنا بنلعب جون سلطه. احنا بنلعب عارف انت لما كنا بنلعب في الشارع كده؟ اصلا اقول لك على حاجه. وانا صغير تمام، كنت بلعب في الشارع ماشي، فبنلعب جون سلطه لما يكون عددنا مش كامل ولا حاجه، فبنلعب جون سلطه وخلاص، وهنضبش كلنا في بعض وفاهم وبنخرم في بعضينا وكل حاجه لغايه ما تيجي جون. احنا بنلعب كده النهارده. نلعب جون سلطه، دفاع سلطه، نص ملعب سلطه، كل حاجه سلطه. سلطه وطحينه. طحينه ناحيه اليمين وناحيه الشمال. احنا تقريبا من ساعه ما بدانا الشوط الثاني بنلعب عرضيات بس. والعرضيات ما بنستفادهاش بحاجه. كورنر عندنا 14 كورنر، ما استفدناش بيها واحده. واحده كورنر، وكل كورنرات ايه؟ هي رفعات بس. ما يعني مثلا عارف انت ايه؟
مش ارسنال ايه مش اي فرقه عامه، مش هقول لك ارسنال ولا مش اي فرقه عامه، اللي هو ايه ان اللعيب هينزل فده هيروح، فده هيطلع من ناحيه اليمين، فده ناحيه الشمال، هيرفع الكوره، فالاثنين هيخشوا، فالاثنين يخشوا المدافعين يرتبكوا، فيبقى في واحد مستني على خط ال 18 يجيبها في الجول. الكلام ده ما فيش الكلام ده. هو احنا نرفع العرضيات وكل واحد هيخش بدماغه، ياسين مرعي هيخش بدماغه، جراديشار هيخش بدماغه، ياسر ابراهيم هيخش بدماغه، بيرو رمضان هيخش بدماغه، كل حد هيخش بدماغه. تمام، يرسل تروب في روب تروب، المدرب بتاعي ده هيخش في دماغه. عارف هو شبه مين؟ عارف فيلم فول الصين العظيم؟ عارف اللي هو الشرقاوي بعت لنا فان دام، هو كده. انا نفسي، انا عايشه في حاجه خلاص بقى، انا حبيت الشخصيه وحبيت الكاريزما وحبيت اللياقه وحبيت كل حاجه. طب انا عايش في حاجه تانية، انا عايش في حاجه تانية بجد. يعني لما طاهر يلعب يبقى لا، انا عايش في حاجه تانية، عايش في حاجه تانية. طاهر محمد طاهر، ليه طاهر محمد طاهر؟ انت هتقول لي طب انت تفضل تندب، مش هتحكي عن حاجه حصلت في الماتش؟ وايه اللي حصل في الماتش؟ ايه اللي حصل؟ انت لو بتتفرج على الماتش ايه اللي حصل في الماتش؟ لو ما اتفرجتش على الماتش هقول لك الحاجه، الحمد لله، بص ايدك، بص ايدك وش وظهر ان انت ما اتفرجتش على الماتش، ان مفيش حاجه في الماتش، مفيش حاجه في الماتش. بتروجيت جابت الجون وقامت واقفه لك ورا، واقفه لك من نص الملعب، قافله لك نص الملعب كله، ومفيش لعيب عارف يستلم يشم نفسه. حاسس عارف انت ايه؟ بلاعب برينفورد، بلاعب برينفورد في الدوري الانجليزي وهم عاملين عليا اداء مش كده. وبيروح عليا بمرتدات عادي جدا، هيروح عليا ب 3 على 2 عادي جدا، و4 على 5 عادي جدا، وهيروحوا ويعملوا كل الحاجات اللي هم عايزينهم عادي، وفي نفس الوقت هيدافعوا. طب انا رحت مكور ايه؟ بن شرقي اللي بيلعب لي بالشوكه والسكينه، بن شرقي، الدخله، انا زهقت من الدخله دي، نفسي بقى مره تقطم. انا بشوفك مع الوداد بتقطم وبتجيبها فيا، بشوفها مع الزمالك بتقطم وبتجيبها فيا، كله اقطم بقى وشوط، اقطم وشوط، طب رقص وشوط، لكن احنا هنقدر نعمل كده كده عارف انت المدافع لو المدافع سابه مثلا عادي هيطلع بيها بره عادي، تبقى ضربه مرمى للفريق اللي قدامنا وبس، خلاص كده. زيزو اللي بعده، تريزيجيه، تريزيجيه اقول لك الحاجه، تريزيجيه هو الوحيد اللي عمال ينزل ويستلم ويحاول يراوغ وبتاع، وجاب هو الكره الوحيده اللي في العارضه. احنا الشوط الاول شايطين كورتين، لا ما هوش بهرج ولا ببالغ بجد، كورتين، كورتين. كوره تريزيجيه جت في العارضه، تمام، كانت من جوه منطقه الجزاء، جابها في العارضه. الكوره الثانيه مين اللي شاطها؟ طاهر محمد طاهر، بس مش على الجول. فين؟ فحد هو شايفه معين في المدرجات، في الكرسي الثالث في الثالثه يمين، هو شايفه في الحته دي، قام شاط له الكوره. بس هو ما حدش شايفه غيره. ليه؟ لان هو فرنساوي، وريد بول، وريزوانو، وسالزبرج، ولايبزيج، عارف اي حاجه فيها الجيم عامه، انا هبقى كده، فاهم؟ لكن انا مش معاكم اساسا، جرايه شويه انا مش معاكم، انتوا مين؟ بس طاهر محمد طاهر بيعمل مش حاجه، الشوط الاول خلص ما عملش اي حاجه، الشوط الثاني هنا بادئينه نعمل اي حاجه عادي، طاهر محمد طاهر بيستلم لا، طاهر محمد طاهر بيباصي لا، طاهر محمد طاهر عدى ازاي من الناشئين، طاهر محمد طاهر ازاي لعب في لوهافر الفرنسي، راح الدوري الفرنسي ازاي لعب فيه، وازاي لعب في الاهلي، ولا ازاي لعب في المقاولين، ازاي لعب في المقاولين، ازاي لعب في المقاولين يا جدعان، ازاي لعب في المقاولين. انت متخيل درجه ان احنا اساسا يعني بنحاول نجمل في لعيب، بنحاول نشجعهم، ان انت لو عملت ماتشين كويسين برافو، كمل بقى كمل، برافو برافو برافو. ما بيلحقش، ما بيلحقش والله. محمد هاني وزيزو من ناحيه اليمين دي قنبله عرضيات، عرضيات، بس عرضيات ايه يعني؟ نصها بجد، نصها عشان ما بكونش ببالغ يعني، نصها بتبقى في منطقه الجزاء، والنص الثاني بتروح لدكه بتروجيت بس، مش اي حاجه. لا انا بقى عملت بقى خطه كويسه جدا، بس ده يعني بعد الجون جابه الجون كويس جدا. محمد هاني دخل لغايه خط ال 18، هدي واستنى وطلب كوفي من اون ذا ران، وبعد كده قام رافع الكوره، محمد علي بن رمضان حطها بدماغه لجراديشار، جراديشار حطها بدماغه، الجون فاضي خلاص، جون 1-1 الحمد لله، عايش 10 رجاله، يلا بينا يلا هنرجع، كل الكلام ده كنا بنستفيد بيها لا، طب بنستفيد بالعمق لا، طب الاطراف لا، طب هنعمل اي حاجه لا، طب هنشوط من بعيد لا، طب نشوط من بعيد لا، نشوط من بعيد لا، ما نعملش اي حاجه. طب انا نزلت مين؟ نزلت عبد القادر، نزلت قفشه، قفشه ليه قفشه؟ ليه قفشه؟ انا قربت اكره القضيه ممكن، والله قربت اكرهها. ليه قفشه؟ قفشه ليه؟ يعني لا، وكمان قفشه ايه؟ قفشه بيحسس لك ان هو اللعيب اللي هو الفريق كله على كتافه، وان هو اللي هيعمل حاجه، فيبقى ايه؟ واقف، ما خشوا يا جماعه، خش يلا هنرفع يمين ونرفع شمال، كوره فاول، تعمل ايه؟ قول لي هتعمل ايه، عشان لو مش هتعرف تعمل حاجه انا هشوطها. ها هتعمل ايه؟ لا اصل انا جبتها كتير من فاول كده، انا نفسي قفشه على فكره ما جابش كوره معانا فاول، انا بجد مش فاكر امتى، يعني انا شفته مع ام بي شفته مع بيراميدز شفتوش معايا، يعني ما شفتوش مع الاهلي جاب كوره فاول قبل كده، لو حد فاكر بجد يقول، يعني ما شفتهاش قبل كده، عشان هو ايه؟ يبقى عنده من التناحه والبجاحه والثقه ان هو على كل فاول في اي منطقه هيقف عليها، فاهم؟ كره جراديشار اترفعت لجراديشار، خلاص الجون طلع لك،
وانت خدت الكره عديت، شوط بقى، شوط، لا ما شوتش، قام هزع على الكوره، استنى، طب ادري جيزو لو في منطقه الجزاء، لا استنى، اهدى، قام بصال قفشه، بيعمل ايه؟ قفشه يعملها عرضيه تطلع ضربه مرمى. هو ايه يا جماعه؟ هو ده حلم يا جماعه ولا في ده حلم بجد؟ يعني ايه ده؟ ايه ده بجد؟ والا بقى كميه الكور اللي بتتشاط من على خط ال 18 والستة يارد وتتخبط في المدافعين وتطلع تاني، وبيطلع عليها مرتدات، لان انا عندي ياسر ابراهيم وياسين مرعي حاجه جوز القشطه. عمر كمال نزل لي مكان شكري، ده ايه ده؟ مالكش دعوه، عادي يا قشطه كمل يعني. فاهم؟ شاط كوره من على خط ال 18 بينشن، جت في جراديشار اهو بيشوح لجراديشار، ايه يا جراديشار؟ اوعى من على الجو، ماشي، هو جراديشار هو اللي غلطان فعلا، انت مش غلطان. اه. عبد القادر، خلاص الحكم حسب 9 دقايق، الحكم اللي هو اصلا الفاشل، حكم فشله، حكام فشله كده كده، هم حكام فشله. هتقولي يا عم هم ما اثروش على الماتش قوي، ماشي، هم حكام فشله في العموم عادي، هم حكام فشله في العموم، يعني هم حكام متخلفين في العموم عادي، تمام. عبد القادر بتعمل ايه بالكوره؟ بتعمل ايه بالكوره؟ انا زهقت بقى من الكوره دي، يعني انا زهقت من الكوره دي، يعني انا زهقت من ان انا اعمل كوره يمين كوره شمال، زهقتها. استنى عايز ركز، بص حتى يا اخي الكلام عليك بيخلي المايك نفسه يقع، الكلام عليك رخم عشان انت لعيب. ما اعرفش، بس هو عشان هو الماتش الجاي مثلا لو رقص ترقيصه بكعبه ولا حاجه، ممكن ايه نبقى يعني فاهم، نقول له حلوه الجوره دي، احسنت لايك، فاهم؟ بس هتقول لي ان في لعيب كان عبقري، ما اعرفش يبقى مين، انا ما اعرفوش بجد، بصراحه ما اعرفوش وما اعرفش مين ده. فلو في لعيب فعلا جاحد وجامد وفاجر وكان هو الوحيد اللي كان وكان توب، قول لي هو مين، لان انا ما شفتش بصراحه، ولا اللي نزلوا ولا اللي طلعوا ولا حاجه. والمدرب، انا نفسي افهم الخطه، نفسي اعرف احنا بنلعب ناحيه ايه، عايز اعرف اي حاجه. الماتش الجاي مع مين؟ مع الفرقه مش لازم انطق اسمها، فرقه رخمه، فرقه ما بحبهاش ولا حد بيحبها اصلا، فاهم؟ فرقه كده خضراء بس. فالفرقه دي احنا هنلعبها، الفرقه دي المفروض عامله اداء كويس في الدوري، المفروض عامله اداء كويس في افريقيا، تلعب كويس وعندهم لعيب مهاري، كل الكلام ده. وانا اتعادلت مع بتروجيت اللي هجمت عليا شويه، فانا مش عارف. بعد الماتش ده هروح السوبر، لعب سيراميكا، وانا عندي امل ان انا اكسب البطوله، فلاعب سيراميكا عشان اوصل للنهائي، العب الزمالك او بيراميدز، فاهم كده؟ فاهم كده؟ بس احنا كل الدعم تروب فروب، انا كل الدعم عادي، مفيش اي حاجه، مش هنتكلم عن المدرب، يعني هو فعلا لسه اول مره وكل حاجه، بس عايز اشوف حاجه في الخطه، يعني عايز اشوف حاجه واحده، عايز اشوف مثلا جمله او تكتيكيه او في التكتيكيه او حاجه بنعملها. واللعيبه دي عايز حزام بتوكه وبنيات وفي اوضه ضلمه اضرب فيهم على طول، مفيش اي حاجه تاني غير كده بس. واللعيبه كلها بلح. السلام عليكم.